السلام عليكم ورحمة الله. النهارده إن شاء الله هنشوف طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة مع الشيف أحمد عباد. السلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين. طبعا احنا عملنا الخلطه اكتر من مره على القناه مع الاستاذ علي. الخلطه يا جماعه لحمه مفروم، فلفل اخضر، فلفل اصفر وفلفل احمر وجزر مبشور. تمام. هنا عندنا الجلاش اهو، بناخده ورقتين بورقتين، كل ورقتين مع بعض اهو. طبعا متبله توابل فلفل اسود، لو في بلح جوز الطيب ماشي، مفيش ممكن الكبيبه الصيني تسد مكانه. بهارات لحمه، تمام، وملح، وخلاص على كده، وما نكتروش توابل اهو. اهو كل ورقتين مع بعض كده صحيح اهو. عادي، انا ممكن نشتغل بيها كده وممكن نشتغل بيها كده ونشتغل ونرص كده أكتر من طريقة يعني. وكده برضه شغال اهي. طب بالنسبة لنسبة الدهن يا شيف، بالنسبة للمفروم بتبقى قد إيه؟ المفروم بيجي حاجه بسيطه خالص. انا دايما لما بنفرم على الكيلو 200 جرام، 200 جرام، ما بنكترش عن كده. 200 جرام دهنة. 200 جرام، سواء لان ده مفروم مش شوايه اصلا، انا واخد منه، خد بال حضرتك؟ ده مفروم بتاع مش شوايه، الكفته. انا واخد منه جاي متبل جاهز عامه اهو. شايف كده يا علي؟ بص بنعمل ايه؟ أيوه. ما بنلفش كده زي الجلاش، لا، زي الجلاش الحلو، لا، كده اهو عشان تبقى عريضه اللقمه اهي. أيوه. اهي اهو. طب لو حبينا نزود إضافات يا شيف بالنسبة للمفروم ده، نزود إيه تاني؟ المفروم نزود له اضافات امتى؟ لما يجي يستوي. في ناس ممكن نحط على الوش جبنه موزاريلا، تمام، زيتون نخلي، حبه البركه، سمسم عادي. وممكن هنا في الداخلي هنا برضه نحط جبنه فيه. بس احنا طبعا يعني في الايام الغاليه ديت على قد ما بنقدرهم ما بنضغطوش على الناس في كتاب الكشوفات وكده. يعني مثلا الشغل كده هيبقى حلو وطعمه زي الفل بنشتغل. ما مش لازم نكلفش بقى الزبون جبن، يعني، ما نكلفش على الناس قد ما مش لازم بقى جبن وبتاع. انما مثلا لو زبون مقتدر يقول لك اعمل لي، خلاص مفيش مشاكل، اللي هو عايزه بنعملوه. تمام. واخد بال حضرتك؟ لا زيتون مخلي ولا جبنه موزاريلا ولا اي حاجه، ولا مثلا حبه البركه ولا سمسم ولا الكلام ده كله. اللهم صل على النبي اهو. والنهارده برضو يعني هنعمله بطريقه ثانيه. الاول كنا مثلا بنجيبوا اللبن على الشرب على فلفل اسمر على توابل، وندوا الجلاش بعد ما بيقطع ويخش. لا، الاول هنديله شويه سمنه يخش الفرن، يبدا يستوي، يطلع ياخد شويه زبده فرن على الوش، تمام. وياخد اللبن بتاعه ويخش الفرن، يطلع طري زي الملبن ومستوي زي الفل. تمام. واحنا برضو معاك خطوه بخطوه ان شاء الله يعني. طب أنت ليه يا شيف ما بتعملش اللي هو بيبقى مفروض في الصاج؟ بص يا سعيد، صلي على النبي. اللي هو رقات وبقى الحشو في المفروض في النص. الصاج اللي هو رقتين، رقه تحت ورقه فوق، المفروم في النص. أيوه. لما بتيجي تقطع وتطلع بص تلاقي الحته اللي تحت جات واللي فوق كده ودي كده، تلاقي الحشو بتاعها طار منها. انما دي بتستنى كده زي ما هي، واخد بال حضرتك؟ واللقمه بتتن محتفظه بالمفروم جواها، ما بيوقعش منها بمعنى صح. أيوه. لكن التاني مش هيبقى مرغوب بالنسبة لشغل الأفراح. ده يفرفت والحشو يقع وكده. في الكميات لا، انما عزومه مثلا 50 واحد 60 واحد ماشي، مفيش مشاكل. أيوه. مش هيزعلك. انما في الكميات طبعا بيبقى في استعجال وجري على البوفيهات ورص وبتاع، بتتدمر الحاجه دي. تمام. كده بقى هكذا لحد ما نخلص خالص. لحد ما تخلص خالص. وفي الحشو ان شاء الله، واحنا بنديله اللبن بتاعه والسمنه هنجيبه مع حضرتك ان شاء الله باذن الله. طب في طريقة تانية يا شيف ممكن نلف بيها برضه؟ لا، هي دي اللفه بتاعتنا عامه. يعني ما يتلفش زي الجلاش الحلو مثلا هو رفيع كده، لا. ما نبرمش جامد. لا، ما نبرمش جامد. بص كده حضرتك اهو، كده عشان اللقمه تبقى عريضه شويه اهو. اهو. وما تزودش عن 2 برضه. لا، في ناس بتعملها 3. في ناس بس بتعملها بالتالي 3 تشد كده لقمة الجلاش بس تشد. الاثنين حلوه، بتستوي من جوه ومن بره وبتبقى خفيفه في الطعم، بمعنى صح. ما تشدش معاه، ما تقرمش. تبردش كمان وانت بتاكل كده، لا ما تشدش. تقرمش. ما بتشدش. لا، الجرمشه ديت لو احمرت، انما انا قصدي بتبقى نيه من جوه، عجين زي ده كده، تيجي تاكل تلاقيها بتشد معاك لسه عجين من جوه. انما الرقتين بتستوي كويس من جوه زي من بره. كده شرفنا النهارده الشيف اسلام، حبيبي وراجل محترم وعلى عيننا وعلى راسنا.
هنخلص يا شيف ونرجع تاني نشوف ان شاء الله يا المحل باشا، ان شاء الله. التقطيع ده يا أستاذ علي بايدك، ممكن تخلي الرول ده كله 6 حتت 7 حتت 5 حتت 4 حتت، دي في ايدك انت. اه بس طبعا بص كده حضرتك، حته صغيره يا دوبك، هي قطمه واحده وخلاص على كده، عشان ما يبقاش فيه تهدير، ما ياخدش حته منها ويسيب الباقي. اهو طب بتصغر بس عشان ما يفضلش منها حاجه يا شيف. عشان ما نهدرش، وفي نفس الوقت بنرمي عدد. ايوه تمام. يا باشا هندوا بقى ايه الزبده بتاعتنا. احنا الاول زي ما قلنا يا استاذ علي كنا بنجيبه مثلا لبن، يا لبن صافي، ونديله فلفل اسمر، بلح جوز الطيب وبهارات، ونيجي ننزله. تمام. واوقات ايه لو يكون اللبن شويه بنديله شويه شوربه نزوده. المره دي مش هنعمل كده، المره دي هناخد شويه الزبده اهو ونخش على طول الفرن اهو، وتخش على الفرن تستوي، وبعد ما تطلع تيجي واخده وش زبده تاني باللبن. تمام. اللبن بعد التسويه. اللبن بعد التسويه. تتنها طريه معايا طول النهار. المرات اللي فاتت يا شيف كنا احنا بنحط اللبن قبل ما نسوي. قبل ما نسوي وخش تستوي بيه. تمام. المره دي لا. طب ايه الفكره يا شيف؟ هتفرق معانا في حاجه؟ يعني حاجه جديده وبتخلي اللقمه طريه شويه معايا. بتستحمل وبتحمر وبتبقى زي الفل كمان. تمام. ما هو انت لازم بقى يا استاذ علي كل فتره كده ايه تشكل في شغلك، تجدد. نجدد. ما تنكش ماشي على سيستم واحد، واخد بال حضرتك؟ لازم صح. تجدد. وبرده ما فيهاش عيبه ولا فيها اي حاجه لما ناخد من بعضينا احنا كطباخين افراد. لما مثلا نتفرج على الاستاذ علي ونتفرج على الاستاذ محمد والاستاذ والشيف فلان والشيف فلان، واخد بالك، وناخد منه جديد، ما فيهاش حاجه. لان احنا زي ما قلنا كل منطقه لها سلو معين او لها طريقه معينه في شغلها في المنطقه اللي هي فيها. على كده بقى الفرن. على الفرن ان شاء الله. بسم الله، اللهم صل على النبي. اهو معانا برضو السجين جوه. هنا نفس النظام. بيطلع بيتصفى وياخد اللبن بتاعه يخش. بدأ يتشمع اهو. وده خلاص داخل على السوا. بص الزبده اهو، بص عشان الناس يقول لك ده الزبده ياما والسمنه، لا بص يا استاذ علي. ايوه اهي بتتصفى كلها، هنصفاها قدامكم دلوقتي وبعد كده نديله اللبن. تمام. بسم الله. بصوا كده يا باشا، ده بياخد وش اهو. تمام. وده خد ارضيه ووش اهو. كده بقى هنطلعه وهنصفي اللي فيه اهو. تمام. عشان ايه مفيش حد يقول لك ايه السمنه اللي فيه وكل دي سمنه وادام اهو. يا جماعه بنصفي قدامكم اهو، قدام عينيكم عشان ما تضحكوش على حد اهو. مش كتير يا شيخ بس لازم تصفى. هي مش كتير بس لازم تصفى، ملهاش لازمه اصلا. برغم ان هي زبده يعني، ما تزعلنيش في حاجه اهو. بصوا يا علي اللقمه صفطانه ازاي؟ صفطانه اهي والناشفه اهي. كده انا صفيتها اهو. خد دي يا اسلام كده بعد اذنك. بص كده بقى، ده اللبن على الزبده اهو. مش على سمنه كمان، الشغل كله بزبده. بص كده. ينفع نضيف بيض يا شيف؟ انا كنت بندي في التاني بيض، بس الطريقه دي ما بنديش فيه بيض خالص. ما احنا قلنا ايه كل مره ايه لازم بنجدده كده من شغلنا. اتفرج بقى على الصاج ده لما يجي يطلع سعالي اهو. هنا هيخش تاني اهو في الجنبيه اهو. ده هينزل الارضيه ده عشان ما خدش ارضيه خالص اهو. اهو. وده هنا اهوت عشان هاتوا اهو. وده رخر استوى اهو. تسلم. ده رخر هياخد لبن بزبده. يلا يا شريف. بص يا شيف. اتفضل يا باشا اهو. اللهم صل على النبي. حاجه زي الفل، حاجه ما نخبوش حاجه عن حد اهوت، وكل حاجه بما يرضي الله. لا بنخبوا تكه ولا بتاع، الرزق بتاع ربنا سبحانه وتعالى. محدش بياخد رزق حد. احنا كفانا علينا بس ان الناس بتتصل بينا وتكلمنا يقولوا نروح الله يكرمكم. متشكرين على المعلومات ومتشكرين على القناه الكويسه اللي انتوا عملتوها وخليتنا نستفادوا منها. صح. بس مش عايزين غير كده. تعالى بعد عمر طويل بس الناس تدعينا. اهو.
طبعا بنشرب بالزياده مفيش مشكله. لا خلاص بقى اهو، هو كده كده هيشرب اللبن والزبده دي، لان الزبده دي نسبه بسيطه خالص، اللبن اللي كتير. احنا بس ايه بنطعم بيها بس مش اكتر. اهو اهو. والفرن بص يا صاحبي نار هاديه خالص. شمع ليه بقى؟ انا ممكن نعلي ناخد ارضيه ووش وحمر والقلبيه لسه عجين، فالنار الهاديه بتشمع الشغل، تخليه يستوي من بره ومن جوه ومن كله زي بعض. ما رفعت اهي. بص رفعت شويه اهي وشربت كده خلاص. بص بقى، بص الفرق بين اللي خد لبن بسمنه واللي ما خدش. بص ده عامل ازاي؟ صفطان ازاي؟ بص دي اللقمه ما شاء الله. بص يتغطى بقى يروح زي الملبن في الاخر، تحس ان انت بتاكل بص ملبن كده، مش بتاكل حاجه مغرمشه ولا ناشفه. ان شاء الله. طلع لك الصاج الثاني الاخر اهو. اهو بص كده ما شاء الله. عايز يبرد بس. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. ولا كلمه. بص اللقمه منفوخه ازاي، ولا بودر ولا حطيت بيكنج باودر ولا اي حاجه خالص. اهو هي اللبن وحته زيت اهو، يتغطى في فويل، البخار بتاعه يطلع ينزل عليه يخليه زي الملح اهو. تسلم ايدك يا شيف احمد. الله يخليك يا باشا.